ازاي اختار البوتاجاز المناسب واقرر اشتري البوتاجاز بناء على ايه؟ اشتري بوتاجاز عادي ولا بيلت ان، كهرباء ولا غاز؟ فيديو النهارده هقول لكم على معايير الاختيار الاساسيه للبوتاجاز وترشيحات لانواع منها. اول حاجه حددي ميزانيتك، ورقه وقلم واختاري كل البوتاجاز المناسب للميزانيه بتاعتك. شوفي مواصفات البوتاجاز، ماركته، هل هو مستورد ولا مصري، متانه البوتاجاز، لو ضغطتي على سطح البوتاجاز من فوق والستانلس ستيل بتاعه نزل لتحت ابعدي عنه تماما. الحوامل تكون حديد ظهر تقيل عشان تستحمل، يكون في مروحه مهمه جدا علشان بتوزع درجه الحراره بالتساوي، يفضل يكون الفرن بيشتغل مع الشوايه. حجم البوتاجاز يكون مناسب لحجم مطبخك، اشتريه عادي ولا بيلت ان، وده هتحدديه على حسب تصميم المطبخ بتاعك. ما ينفعش تجيبي بوتاجاز بيلت ان ومساحه الرخامه بتاعتك صغيره. ولو حابه تجيبيه كهرباء اعرفي ان هو بيسحب كهرباء كتير جدا. جليم جاز من افضل انواع البوتاجاز المستورد، ولا جرمانيا الايطالي بضمان شركه العربي، بيكون فيه زرارين، واحد للشوايه وواحد للفرن. الانواع المحلي زانوسي تيست ماكس ورويال جاز ماستر شيف برو، كمان فريش هامر وفريش ماتريكس، بس نبعد عن البوتاجاز الجولد منهم والتيفال. زانوسي كول ماكس وفريش بروفيشنال كنترول. مفيش ماركه معينه بتعمل احلى نوع بوتاجاز، احتياجك وتصميم مطبخك هو اللي بيحدد. امشي بالورقه والقلم، احسن قيمه سعريه بالميزانيه بتاعتك اشتريها، وان شاء الله كل قراراتكم تكون مفيده وتخلي حياتكم احسن.